ولينا كنشوفوا باستمرار بنات وعيالات كانوا دايرين الزيف وفجأة نحيدوه. في الاول كيوليو كيبينوا غير واحد شويه من شعرهم كيخرجوه، شويه كيوليو كيبينوا عنقهم، اولا كيلبسوا واحد الطربوش كيغطي غير الشعر، كيطلعوا واحد شويه الكم كيلبسوا صنداله باش يبينوا رجليهم، وفي الاخر كيخرجوا بلا زيف. هذا هو الترتيب اللي كدوز منه كل بنت كتفكر انها تحيد الحجاب، لانهم كيعتبروا باللي الحجاب هو غير داك الثوب اللي كيغطيو به شعرهم، مع ان اللبس ديالهم لا علاقه ليه بالحجاب. وكيقول لك انا دايره الزيف، ولكن الحقيقه هما راهم ما دايرينش الزيف. ولينا كنشوفوا في اليوتيوب بزاف ديال المؤثرات كيحيدوا الزيف وكيطلبوا من المتابعين ديالهم يتفهموا النفسيه ديالهم وانهم ما قدروش عليه الى اخره، ولكن الحقيقه حاجه اخرى. الا سولنا اي بنت حيدات الحجاب على السبب، اجابتها غتكون اما الشكل ديالها ما بقاش كيعجبها، او لانها ما قدراتش تخدم بيه ولا ما كتخدمش بيه في خاطرها، لان بزاف ديال الشركات واخا حنا عايشين في دوله مسلمه ما بقاوش كيقبلوا اللي دايرين الزيف. فالبنات كيسحاب ليهم باللي الا حيدوا الزيف غادي يوليو زوينات اكثر وغادي يمكن لهم يخدموا فين ما بغاو. اساسا اغلب المؤثرات اللي حيدوا الزيف كل الهدف ديالهم هو زياده المشاهدات والارباح، وفعلا هما حقوا داكشي اللي بغاو، لان الشركات ديال الاشهار كيطلبوا دائما من ان السيده ولا المؤثره تكون متبرجه، تكون دايره المكياج، تكون لابسه واحد النوع ديال اللباس معين باش كيقبلوهم وباش كيعطيوهم فلوس صحيحه. وفعلا هاد المؤثرات حقوا داكشي اللي بغاو، ولكن راهم حيدوا معهم حوايجهم واخلاقهم، وهادشي ما كيتسماش بنجاح. الحجاب عمره ما كان عائق في الخدمه، لانك الا مشيتي لشي اونتروتيان دومبوش وانت دايره الزيف، فالمشغل ما غاديش يقدر يسولك على شي حاجه اخرى من غير الكفاءات ديالك ولا ديبلوم ديالك، لانك مستوره ومحترمه راسك. ولكن الا مشيتي كلك عريانه او المفاتن ديالك كلها باينه، هذه حاجه اخرى. بطبيعه الحال كلشي غادي يولي طامع فيك، الصغير والكبير والعازب والمجوج، لانك وليتي بحال واحد السلعه كلشي باغي يذوق منها ولا كلشي باغي يشريها ويلبي الحاجيات ديالو منها فقط لا غير. وهادشي اللي بغاو الدول الغربيه، علما ان الاسلام هو اللي كرم المراه، وقبل كانت المراه كتعرض لجميع انواع الظلم والتعذيب من طرف الرجل. احتاج الاسلام وعطى المراه مكانه خاصه في الاسره، وطالب بالاحترام ديالها كأم وكزوجه وكابنه. شويه بداو الحركات النسائيه كيطالبوا بالمساواه بين المراه والرجل، واخيرا ولاو كيقولوا لينا الحجاب حريه شخصيه، ولكن الحجاب هو جزء من تكريم المراه وعدم تسليعها، ماشي ظلم للمراه بتاتا. والحجاب هو جزء من مظهر المرأة المسلمة. أما الحرية الشخصية فهو أنك تختاري واش تشربي قهوة ولا أتاي، واش تشربي قهوتك بسكر ولا بلا سكر. هادشي يمكن لينا نسميوه حرية شخصية، ولكن الدين راه ما فيهش حرية شخصية. وحتى الإعلام كيلعب دور مهم، لأنه كيحاول دائما يبين لنا بلي المرأة المحجبة متخلفة جاهلة ما قارياش وما واعياش، كيف ما كنشوفوا كاملين في الاستجوابات في التلفازة. وهادشي كيبغيو يقولوا لنا به باللي الا بغيتي تكوني متحضرة وعصرية خاصك تحيدي الحجاب. وحتى شركات الموضه العالميه ولاو كيديروا اللباس للمحجبات على ذوقهم وثقافتهم ومعايير الجمال عندهم. شويه بشويه حتى ولينا كنعرفوا الحجاب غير من الزيف ديال الراس، اما اللباس الاخر ما عنده حتى شي علاقه بالحجاب. وكاين نوع اخر ديال البنات اللي كينكروا نهائيا بلي الحجاب فرض، وكيقول لك بلي ما كاينش دليل في القران والسنه بلي الحجاب فرض، ولكن الحجاب هو فرض سواء اعترفوا به او لا. والقران كيقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والجيب هو منطقه الصدر، لان العيالات شحال هادي ما كانوش كيغطيو منطقه الصدر. هادشي علاش جات الايه كتوضح لنا كيفاش خاصنا نلبسوا الحجاب. اذا الحجاب ماشي هو عاده اجتماعيه ورثناها من جدودنا، ولكن هي عباده مفروضه على النساء بحال الصلاه وبحال الصيام. والحجاب عمره ما كان حريه شخصيه، وانتي زوينه بالحجاب ديالك وغادي تبقاي زوينه بالحجاب ديالك.